انت عارفة انا اليوم اخر نهار لإلي وجاي عم صور فلوج. هيدا اليوم اخر نهار الي. زينب رح تطلعي بالفلوج تبع اخر يومين، شو بتحبي تقولي؟ او منى وريان، شو بتحبوا تقولوا؟ انا عن جد محظوظ اني تعرفت عليكم بالجامعة. احلى دكتورة بالعالم. love you. هلو. هاي روز روز، شو اخبار؟ هلو اركاداشلر، كيفكن؟ هيدا اخر صف عم بحضره بالجامعة. شوفوا الصبايا والشباب الحلوين. هلا بعدني مخلص صف مع دكتور اكرم مخرجنا العزيز يلي اخذت معه فوق الخمس مواد. هيدا الصف انا ماني فيه، بس جاي عم بودع الجامعة وودع الدكتور. شوفوا مين موجود، كل اللي بحبهم، كل اللي بعزهم. يا جماعة هيدا دكتور أكرم مخرجنا. أنا تشرفت إني كنت تلميذ، تعلمت منه، أخذت فوق الأربع مواد معه. دكتور أكرم شكرا كتير إلك، وإن شاء الله دائما هيك نكون عند حسن الظن وعد المسؤولية. والله نحن نيكولا حنخسره إذا ترك خلص يعني الجامعة. أنا بقترح على الجامعة توظفوا عنا بالجامعة، لأنه بيعطي كتير طاقة لكل الطلاب وبيحب كل الطلاب وبيساعدهم، وعلى طول هيك بيعمل أجواء إيجابية وحلوة لكل الطلاب. وهيدا يعني ما أنا صراحة من التلاميذ اللي ما حنساهم. هيدي دكتور باسمة يلي كانت بمثابة إمنا بالجامعة، يعني شو ما بدنا بنلجأ لها. بالعكس يعني كنا شو بدنا بنلجأ لك، شو بدنا بنجي لعندك. أخذت معها لدكتور باسمة 3 مواد من أحلى المواد. دكتور بدي أتشكرك على وقتك اللي أعطيتينا إياه، ونحن تلاميذك وبفخر. شو بتحبي ثانك تقولي؟ يو نيكولا، بدي اقول لك بالتوفيق، وبدي اقول لك انه انا كثير استمتعت بصفوفي معكم. انتم صفوف كنتوا شباب ملتزمين وشطورين، وبتحببوا الواحد عن جد يجي على الجامعه يعمل الصف، مش مجامله. وبدي اقول لك الله يوفقك، انت كتير شطور ونشيط، وعلى المستوى الاجتماعي والعملي كمان الله يوفقك حبيبي. وبس تحتاجوني انا دائما موجوده معكم حتى لو خلصتوا. هيدي دكتور ريتا ابراهيم، اخذت معها 3 مواد لهم علاقه بالتمثيل والبرفورمانس. وصراحه دكتور ريتا اعطتني نصيحه باخر مره اخذت معها ماده البرسبشن. قالت لي نيكولا اهم شيء تتذكر انه الام وقت يكون عندها حادث او تكون بدها تفقد حياتها، بتقرر انه تساعد حالها، لانه اذا هي ما نجيت يمكن مش حفيها تنقذ ابنها. فما تفكر بغيرك، اهم شيء تفكر بحالك. فهيدي النصيحة اللي أعطتني إياها بعدها لهلأ موجودة وببالي دايمًا دكتور. شو بدك علّق على الموضوع؟ يلّا شيل. يعني أكيد مش إنه ما تهتم بالآخر بالمرّة، لأ بيهتم بالآخر بس قبل بينقذ حاله. وactually مش منّي أنا جايبتها هيدي الخبرية، هي لمّا بيعملوا إرشادات الصحة وإرشادات النجاة تحديدًا بالطيران، مضبوط. بقى بيكونوا كاتبين للنساء تحديدًا إنه اهتمي بحالِك أول شي، أنقذي حالِك وبعدين بترجعي بتنقذي الطفل، وإلا أنتِ بتموتي والطفل بيموت وكلّه كلّه بيخلص. شكرًا يا دكتور، وانبسطت إنه كنت معِك ب3 مواد. نيكولا وأنا انبسطت بوجودك بالصف حقيقةً، كان هيك بيعطي للصف روح حلوة، ودايمًا في جو من الضحك والpositive vibes كان يعطينا إياها نيكولا. وما باتذكر إني أعطيته هيدي النصيحة هلّأ انبسطت إنه بعده ذاكرها من سنتين لهلّأ. أنا يا نيكولا بوتركم بحياتكم وبمماتكم بوين ما كان بضلكم موترين أفضل. يا جماعة هيدا دكتور لأنه بحفز، خليل. لأنه هون في دماغ هيدا الدماغ بده تحفيز. حفزت لكم دماغكم ولا لا؟ حفزت لنا هيدا كان دماغنا، الامباكت الأساسي. حفزت لنا دماغنا وخليتنا نشوف الأمور بمنظور فني بعيد كل البعد عن الكليشيهات وعن الأمور هيك المتداولة يعني. فدكتور أنا بفتخر إني كنت تلميذ من تلاميذك. شكرا لك، شكرا على كل دقيقة قضيتها معنا وعلمتنا فيها. بس ما عادش في علامات هلا خلص. ما في هيدي علامات، الكومبلمنت ما بقى. ما في علامات دكتور، مش على علامات، أنا عم بتشكرك فقط. بيرفكت بيرفكت. نيكولا اشطر واحد، لا منه كتير شاطر، بس لا شاطر شاطر، بس انه بعد لا يعني استثنائي، بس بعد بدي تكون هيك مش بس السبيريت هي الطاغية. الطاغية، بدي كمان اكثر. ان شاء الله كله رح يطغى دكتور، نحن تلاميذك بالنتيجة. يا جماعة هيدي بنضيتي رز رز يلي كنا انا وياها
مع بعض بالجامعة لمدة سنتين وشوي، أخدنا كتير مواد مشتركة. روز شو بتحب تقولي؟ نيكولا بليز ما تحرجني يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس ميرسي انه عرفتني على الكل هون. وهيك على طول يعني صرت معروفه، صرت بنت ضيعت الجميع بالجامعه من وراك. تابعني على الانستا والتيك توك وبيعرف انه كل المشاريع اللي بعملها وكل بروجياتي جمال عبد الملك دايما موجودة. جماله إعلامية المستقبل وبجدارة، الروح الحلوة والنفسية الطيبة والإنسان المجتهد كتير. انبسطت إني تعرفت عليكي وبتمنى لك كل التوفيق. وأنا كمان نيكولا، عن جد أنت من أكتر العالم اللي تعرفت عليهم وحبيتهم بالجامعة، تعلمت منك كتير، ويعني نحن حنخسرك بالجامعة بس يلا لحقتك سبرينج وبتخرج. هلا بدي اعرفكم على صديقي محمد الخطيب. صديقي هو اول شخص شفته وتلاقيت فيه باول حصه كنت اخذها بالجامعه، وبقينا عم ناخذ كل موادنا مشتركه انا وياه. محمد الخطيب من الاصوات المميزه ومن الناس يلي عندهم مستقبل كتير كتير مميز. شو بتحب تقول صديقي؟ نيكولا من أعز أصدقائي، يعني ساعدني بكل مشواري بالجامعة. عن جد كان روح حلوة كتير بالجامعة. بتشكرك على كل شيء. بدي اعرفكم على صديقه انا بعتبر انه الجامعه جمعتني بصديقه للحياه، مش بس صديقه جامعه. نور فران يلي عن جد شاركت انا وياها بكتير امور بكتير مشاريع. ثلاث ارباع الكورسز كنا مع بعض. نور فران هيدي الانسانه يلي شاطره كتير، يلي مبدعه كتير، الفنان كتير، يلي انا اكيد انه رح توصل لمطارح كتير عاليه. انبسطت فيكي وان شاء الله بعد الايام اللي جايه بتجمعنا كتير امور. كل التوفيق. صراحة يعني نحن انبسطنا بنيكولا، يعني صراحة خسرت الجامعة نيكولا كان بوزيتيف انرجي، كل يوم نجي على الجامعة عشان ناخد منه البوزيتيف انرجي لنعمل هول البروجكتس. خسارة نيكولا للجامعة صراحة، تخرج خسارة. كل التوفيق يا نور، والجامعة رح تخسرنا أنا وياك لأن كمان نور نعمل بالسبرينج spring. رح تفل، وجماله كلنا تعالوا. فلين، وزينب كلهم فلين. بتشوفونا بالتخرج. خليكم ناطرين التخرج، فلوج التخرج بالصيفية. هلا بدنا نحكي مع شخص انتم كمان صرتوا تعرفوا اكثر، خاصة يلي بيتابعني على الانستا والتيك توك. يوسف حميد ومن غيره، يلي انا كنت كتير مبسوط بانه دايما مشاريع المهمة عم بيكون جزء منها وعم بيشاركني فيها. يوسف شو بتحب تقول؟ اهلا وسهلا بالجميع. شو بدي اقول؟ شو بدي اقول؟ والله العظيم يعني ما بعرف شو بدي اقول اول شيء، بس اللي بدي اقوله انه هيدا احلى زلمه، قلبه نظيف، بحب الكل. ان شاء الله بالمستقبل عنده مستقبل كتير قوي، وانطروه واحضروه. ما تنسوا تعملوا له سبسكرايب وشير وكلهم. ريم من الأصدقاء اللي تعرفت عليهم بالجامعة وقضينا مع بعض أجمل الذكريات، إن كان بكتيم دراماتيك وإن كان بكتير مواد تانية. ريم إنسانة عن جد مجتهدة، إنسانة بتحب شغلها، بتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو نيكولا، عن جد قضينا سنين كتير مع بعض وعملنا كتير نشاطات وبروجيكتس ومساقبة في كتير كان صفوف مشتركة بيناتنا، وصلنا زمان يعني خلص خلدنا بالجامعة. يعني عن جد good luck و proud دايما بكل شي بتعمله. كنت دايما روح حلوة هيك بالصف، كنت دايما تعملنا أجواء ومتحمس، دايما تجي لعنا متحمس انت تخلينا نتحمس أصلا لنعمل شي بروجيكت ويطلع عن جد شي كتير مرتب. يعني good luck بكل شي بتعمله. هلا كمان بدي أعرفكم على أرق بنوت بالجامعة، على البنوت الأنعم أسيل غدار، يلي قد ما هي ناعمة وقد ما هي كمان شاطرة ومجتهدة، وأنا بتمنى لك كل خير يا أسيل. ثانك يو نيكولا، وأنا كمان عن جد يعني كتير مبسوطة إنه تعرفت على شخص مثلك بالجامعة، وكل التوفيق يا رب. وما بدي أنسى شغل أهم شي إنه أكون دبلوماسية مثل ما بتقلي. 100%. وعن جد حنفقد لك كتير بالسمسترات الجاي، وإن شاء الله هيك نشوفك أحلى صحفي وأحلى مذيع يا رب. شكرا يا أسيلو، لا توصلي كوني دبلوماسية. هيدي كارينو يلي متابعني على الانستا وعلى التيك توك بيعرف انه هي كانت الممثلة بمشروع التخرج عندي. انا مبسوط انه تعاوننا مع بعض. انسانة موهوبة، انسانة كتير مجتهدة، بتمنى لك كل التوفيق. هاي كيفكن؟ أنا كمان كتير انبسطت إنه شاركت مع نيكولا، وإن شاء الله بيطلع طرونا شوفونا، هيطلع شي كتير حلو إن شاء الله. وبدنا ريفيوز، بدي أسمع ريفيوز. يارو خيي الكبير، هو منه كتير كبير بس قد ما عنده خبرة وقد ما معلمته الحياة. فعلا انا مبسوط انه تعرفت عليه من خلال الجامعة، ومبسوط انه كان مشاركني بالشورت فيلم وحط بصماته الفنية كمان بالشورت فيلم. بيرو
كل التوفيق لك، بتستاهل كل خير. وانت كمان كل التوفيق لك، ونتمنى لك الافضل بالمستقبل، ونحن ناطرينك نشوفك بمحلات اكبر كمان، نعرف انه هيدي اول ستيب والباقي بنشوفه بعدين. هلا البنوت اللي حدي هي نور، صحفية مجتهدة، صحفية بتحب اختصاصها، بتحب عملها. أنا مبسوط إنه الجامعة جمعتنا، مبسوط إنه كان في عنا ذكريات سوا. بتمنى لك كل التوفيق. وانا بتمنى لك كل التوفيق يا نيكولا، وميرسي للجامعه خلتنا نتعرف على بعض، يعني دايما بوزيتيف انرجي. هيدي ميكا، أنا صار لي تقريبا سنة بعرفها، بس من أهضم الناس ومن أطيب الناس، وكأنه صار لي 4 سنين بعرفها. ميكا كل التوفيق إلك، تستاهلي كل خير. مش احلى منك انت. هيدي جنجون، جنى شاهين، من نحنا وبالثانوية مع بعض، وبقينا بنفس الجامعة كمان عم تعمل اختصاص مختلف. بس جنى من الأشخاص اللي نفسيتهم كتير حلوة، من الأشخاص اللي بتتعب لتوصل. بتمنى لك كل التوفيق يا جنى، وبتستاهلي كل خير. ثانك يو، وانا بتمنى لك كل التوفيق لك، وحنشتاق لك بالجامعه انت والفلوجز والتصوير بس حضرني تابعتك على كل السوشيالز.